خد اقول لك، تعالى تعالى. لو زهقان زعلان متضايق مخنوق مكتئب، فالفيديو ده ليك. هي دقيقة واحدة بس وصدقني هتغير في حياتك حاجات كتير. مفيش أجمل وأحسن من إنك تبقى زعلان أو مخنوق ومكتئب وهموم الدنيا كلها فوق دماغك، وتجري تكلم ربنا وتفكيرك ما يروحش غير لله عز وجل، وإنه إزاي يخرجك من المشكلة اللي إنت فيها، وإزاي هيعوضك وهيرضيك، وإزاي هيكبر بخاطرك، علشان هو الوحيد اللي شايف وحاسس بكل حاجة بتحصل لك. دايما الحل متلخص في كلمتين: الحمد والصبر. احمد ربنا طول الوقت واطلب منه يصبرك ويرشدك للطريق الصح. ربنا مش بيعاقب أو بيبتلئ غير عباده اللي بيحبهم، فقرب له أكتر واحمده طول الوقت، وإن شاء الله كل حاجة هتبقى تمام. الصبر مش سهل، ده كان معجزة نبي، أكيد مش حاجة بسيطة، بس كله خير. سيدنا يعقوب فضل على ابتلاءه 40 سنة، فضل متأكد من رحمة ربنا كل السنين دي، وفعلا سيدنا يوسف رجع له. فالخير فيما اختاره الله، ورب الخير لا يأتي إلا بخير. اطمن يا جميل.